خواتاتي وصحاباتي والاصدقاء ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير ناشطين فرحانين. كنتمنى من الله تكون اموركم كلها هي هذه، كتكونوا بصحه جيده. اليوم دائما ام هاجر الحمد لله والشكر لله الجديد جبت لكم حط طبق ايطالي غزال بزاف. يلا تعرف في البلاد ديالنا ماشي بزاف، يلا تشهر عندنا طبق ديال كوزاميه ايطاليه. هو طبق ايطالي غزال بزاف، كيجي لذيذ بزاف وكيعجب الوليدات ديالنا. كيف ما كتعرفوا الوليدات ديالنا ودابا ولاو كيميلوا لهاد الاطباق السريعه، كيعجبوهم. حسن نتوما نجربوهم ليهم حتى حنايا ونعطيوهم يذوقوهم ويجربوهم. الا ما كناش بالسالي باش نخرجوهم ممكن نعطيوهم في الدار، حاجه كاننا دايرين خريجه نديروها لهم في الدار. فانتوما جربوا هاد الطبق الغزال، خلوا لي عليه تعاليق، شجعوني بلايكات باش على زيد. كيف ما كتشوفوا اول حاجه غادي نديرو وهي غادي نقيو البطاطا ونديروا ليها نص سلقه باش نقليوها. لكن نديروا نص سلقه ما كتشش لينا الماء بزاف. دابا انا دايره الزيت سخونه، غادي نرمي البطاطا حيت هي الاولى خصنا نديروها. بسم الله. ثاني حاجه غادي نديرو شرائح ديال الدجاج اولا لدان. انا دايره هنايا ديال الدجاج. غادي نشعل عليه البوطه، غادي ندير شويه الملحه شويه. علاش طيبنا الدجاج؟ لان الفران ما غاديش يطيب لينا الدجاج وغيطيب لينا البطاطا وهذا الشيء خص ضروري يطيب بوحدو. شويه البزار اولا فلفل اسود. غادي ندير زيت نباتيه وغادي نشحروا هاد الدجاج، نبقاو نديو نجيبو فيه لان الفران غيذوب لينا غير الفرماج، ما غاديش يطيب لينا هادشي ضروري خصو يطيب في المقله. البطاطا فريتي الا سلقتوها ما كتش لكم الزيت ودغيا كتقلى وتسويت كتقلى. يعني واخا تقليها الصباح بكري ماشي مشكل، واخا تبرد ماشي مشكل، لان هاد الطبق ما عندوش مشكل تكون البطاطا فريت تكون سخونه ماشي مشكل. هي كتمشي بغيتو ما ديروش الدجاج ما ديروش، بغيتو ما ديروش لا داد ما ديروش، ما كاينش مشكل. انا اليوم بغيت ندير فيها الدجاج لان كتجي غزاله بالدجاج وحتى بالكفته كتجي زوينه. كاين اللي كيدير غير البطاطا فريتو غير الفرماج ولا نشو صافي كتكتفي بهذا الشيء. اذا بغيتو الطبق ديالكم يكون عامر وتكون وجبه غذاء متكامله اولا وجبه عشاء ضروري ديروا بحال هكايا، كتجي غزاله وكتجي عامره، حتى الاطباق ديالها كيجيو عامرين. ما ديروش الماء في الدجاج، الا درتو الماء تيقساح ليكم. دائما هكا كيطيب، غير تشحر غير ديوه تجيبيه من الافضل. هو دغيا كيطيب دغيا بدا كيتغير ليه اللون ديالو ولا ابيض. دابا غادي ندوزو باش نصايبو لاصوص بيشاميل. كيف ما كتشوفوا عندي هنا نصف لتر الحليب، عندي دقيق ابيض عادي، عندي هنايا فلفل اسود وعندي الملح. غادي ناخذ الحليب بسم الله، غادي ناخذ البزار غير باش كنكهو هاد لاصوص بيشاميل باش كتجي لذيذه، فلفل اسود، وغادي نديرو الملح باش تجينا لذيذه. هي كتعطي الاطباق غزاله صراحه الله، كتجي زوينه بزاف. هنا دابا غادي ندير واحد جوج معالق كبار نيت، لان هاد الدقيق هو اللي كيجمع لينا هاد لاصوص بيشاميل. نخلطهم مزيان بسم الله. نديروهم يطيبوا وحنا تنحركوا حتى يولي لنا خاتم. غادي نديرو واحد شويه د الزبده باش تجي لذيذه، نسيت ما قلتهاش لكم سمحوا لي. نديرو واحد شويه ديال الزبده صافي ونخليهم يطيبوا حتى يولي لي خاترين. دابا نقطعوا كاشير اولا لانشو كيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت غير كاشير بسم الله، اشكل دوائر. حاولوا نديروا مرقاق باش يجيو مستفين مزيان. طبق راه غزال ما نعاودش ليكم كيجي فن
دابا راه نتا طيب فريت ومشعله على لاصوص بيشاميل، والدجاج راه طاب ليا وخليته يبرد باش ملي نكملوا ان شاء الله كاشير ندوزو باش نمونطوها ان شاء الله. شفتوا شرائح بحال هكا. من بعد ما درت دوائر الكاشير غادي ناخذو كمجموعه ماشي مشكل باش نربحوا مع الوقت، ونحاولوا نديروهم بحال هكا شرائح بحال هكا، لان هي كتبغي لا نشو اولا كاشير على هذا الشكل بحال هكا باش كيجي الطبق كتست فيه كيجي عامر. يعني ساهله ما صعيباش بزاف، ساهله كلشي ممكن يديرها. دابا غادي نبداو نمونطو في الكوزاميه ديالنا. هاد الطبق الايطالي اللي هو غزال هي كيديروها في واحد الطويجنات هذه في المغرب، كيديروا واحد الطويجنات باش كيزيدوا لها غير جماليه وتقاليد ديال المغرب. اما هي نورمالمون كدير شي طبق اللي هو كيدخل في الفران. انا عندي هاد الاطباق كيدخلوا للفران بحال شكل الطويجنات اللي كاينين عندنا هنا في المغرب. شي نهار نشعل درت شي خريجه ولا سافرت اكيد غادي نمشي عند مولينطين وغادي نشريهم، لان هنا دايرين الثمن غاليين بزاف. سولتهم البارح صغيورين دايرين واحد الثمن خيالي، ما فهمتش. يقول لك 25 درهم طويجين قد هكايا، ما عرفتش علاش، لانه ولا عرفوا بان كدار فيهم الكوزاميه هما يطلعوا على من النيفو ديالهم. كنت انا ما واقفاش عليهم. ان شاء الله ملي غادي نخرج غادي ان شاء الله غادي نشرب اكيد، وغنعاود نشاركها معكم ان شاء الله. هاد المره نشاركها معكم بالكفته كتجي لذيذه بزاف. انا دابا غادي ناخذ الاطباق ملي كيخرجوا من الفران حتى ديرهم في هاد الشبيكه، هادو خاصين بالفران. دابا غندوزو باش نمونطو ان شاء الله. اول حاجه بسم الله غادي نديرو بطاطا فريت، هي الاولى كنستفوها. محبوبه الجماهير هاد الطبق الغزال كيعجب الوليدات كاملين، اي وليد ولا بنيه دابا تيميلوا لهاد الشيء، هاد الاكلات السريعه وتيبغيو يخرجوا باش ياكلوهم. ملي كتخرجي راه غير هاد الطبق الصغير تيدير 25 درهم. انا كليتها غير هي كليت فيها فرماج قديم وبدينا تنحكو واحد الاسبوع حنا تنحكو، لان الزنقه ما تتكونش هذا. علاش انا ما تنبغيش نعرف، خصني نعرف عاد من نمشي. خاصكم تعرفوا عاد من تاكلوا. هذا هو اللي كاين. صافي غنكتفي بالفريت، بركه من الفريت. بالنسبه للدجاج انا فرتته بحال هكا بحال شكل بسطيله. حتى هو كيجي لذيذ بزاف، كيجي زوين فيها. غادي نديرو كاشير، شفتوا شحال من حاجه كتجي فيها غزاله. اللي بغاو تكون عامره. دابا غادي نحيدو فين نخدمو. دابا غادي نديرو لاصوص بيشاميل. باش تعرفوا لاصوص بيشاميل خصها تجي بحال هكا خفيفه، ما تجيشكم عاقده، لان ما غاديش تخليكم تخدموا على خاطركم وما مكوره ما والو. بسم الله غادي نخويو لاصوص بيشاميل على هذا الشكل بحال هكا. حتى هي كتعطي مذاق غزال بزاف. شفتوا دابا غادي ندير فرماج ديال ساندويش حتى هو غادي يبننها، غتجي زوينه بزاف. غادي نقسمو على جوج ولا نديرو شرائح من الاحسن، غادي يجي زوين بالشرائح. نعاود نزيد واحد اخر. كتجي لذيذه كتجي غزاله صدقوني زوينه بزاف. حتى الا بغيتو تخرجوا على برا ماشي عيب خرجتوا تاكلوا على برا، غير عرفوا عند من تاكلوا. عرفوا عند من تاكلوا شي محل يكون هوايه معروف بالنظافه وبجوده عاليه. شفتوا انا دابا درت
لنا الفرماج. خصني نزيد واحد حيده. هو كيتلصق هذا الفرماج. ودابا غادي نديرو الفرماج اللي هو اصيل اللي كيجي معاها باش كتجي غزاله بزاف. كتجي غزاله وكتقلب، والله حتى كتقلب الا كليتوها غتفهمكم، لانها لذيذه بزاف وكتجي غنيه بهذا الشيء ديال هذا الشيء اللي درنا. دابا غادي نحك فرماج اللي هو خاص بهاد الاطباق. بسم الله. خاص بحال هكا بيتزا بساندويشات، كتجي زوينه. شفتوا الفرماج كيدير الخيوطه بحال هكا لانه هو كيجي بحال هكا. خصني نزيد غير شويه من هنايا. شفتوا واحد الطبيصات بحال هكا ما يتحقروش لانهم تيهزوا تبارك الله. كل مازال زدت كل مازال يعمروا. اكتفينا بهذا الشيء، الله يجعل البركه. دابا يا غادي نديروهم في الفران يطيبوا، ماشي غادي يطيبوا غير غيدوب لينا غير الفرماج صافي ان شاء الله. ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكوزاميه ديالتنا ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت لينا الكوزاميه ديالتنا كتجي على هذا الشكل بحال هكا، كيذوب الفرماج كتجي على هذا الشكل، كتجي حمراء بحال هكا. ضروري هاد لاطراس ديال الفران كيجي فيها. هذا هو السر ديال الكوزاميه ديالتنا، الطبق الايطالي غزال بزاف. كنتمنى من الله حتى نتوما تجربوه، تخليو عليه تعاليق زوينين، شجعوني بلايكات. اللي بغات شي سؤال مرحبا، عندكم تعاليق، عندكم انستغرام، تهلاو في ريوسكم وديروها وجربوها وردوا عليا. وراه انا متاكده بان غتجي غزاله بزاف وغتعجبكم ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم.